صباح عثمان، عضو في مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي فيادة. حقيقة نحن نمر في الذكرى 25 للمؤامرة الدولية، للمؤامرة الوحشية الظالمة التي أحكت ضد القائد الإنساني، ضد قائد الشعوب القائد عبد الله أوجلان. حقيقة نحن عندما نمر في هذه الذكرى المؤلمة بالنسبة لنا كشعوب نستنكرها بقوة، نستنكر كافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تنادي بالديمقراطية والعدالة لكافة الشعوب. نستنكر هذه المنظمات لأنها تجد وترى وهي الشاهدة على العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وهي شاهدة على القوانين الصارمة التي تفرض على قائد مثل القائد أوجلان، ولكنها تبقى صامتة وغافلة عن هذه الأمور. أن هذه المؤامرة التي حكت على القائد ليست فقط مؤامرة بالنسبة لدولة واحدة، إنما هذه المؤامرة هي مؤامرة كانت شريكها الكثير والعديد من الدول العالمية العظمى التي عرفت حقيقة الإيديولوجية والمشروع الديمقراطي الذي وضعه القائد أوجلان، فأصبحت خائفة من انتشار هذا الفكر الديمقراطي بين كافة الشعوب. لهذا شاركت هذه الدول العظمى بمحاكاة هذه المؤامرة، وقامت باعتقال القائد وتسليمه للدولة التركية. حقيقة استذكار هذه المؤامرة واستنكارها بالنسبة لنا مؤلمة جدا، لأننا نعرف ما قدمه القائد لنا، خاصة كنساء وخاصة كشبيبة وخاصة كشعب، وليس فقط الشعب الكردي وإنما كافة الشعوب. حقيقة ما قدمه القائد بالنسبة لنا الكثير، ونحن اليوم واقفون على أقدامنا ونطالب ونتكلم ونتحدث، كل هذا بفضل إيديولوجية فكر القائد الإنسانية قائد عبد الله أوجلان. لهذا فإن هذه المؤامرة بالنسبة لنا مؤلمة جدا. لهذه العديد من الفعاليات التي أقيمت أثناء اعتقال القائد، مثل القيام الكثير من الرفاق والكثير من الشعب بإحراق جسده دليلا ورفضا للعزل المفروض على القائد أوجلان، وفيما بعد قام الكثير من الإضراب عن الأطعام في السجون رافضة لهذا المؤامرة. والعديد من الفعاليات المنتشرة اليوم في ثورتنا، ثورة روجافاي كردستان، ثورة شمال وشرق سوريا، ثورة كردستان. ونجد اليوم الكثير من الدول الخارجية التي لم تعد أو التي لم تكن تعرف القائد ولا مشروعي ولا فكري، وبعدما أصبحت شاهدة على هذه الفكر والإيديولوجية، أصبحت هي أيضا تقوم بالعديد من الفعاليات من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان. حقيقة نحن نقول هذه الحقيقة دائما وبشكل علني، فإن القائد أوجلان فقط معتقل جسديا، بينما القائد أوجلان هو حر إيديولوجيا وفكريا، وهو متواجد بيننا دائما. نستمد قوتنا وفكرنا وعزيمتنا ونضالنا من القائد أوجلان. لهذا فهو القائد موجود بيننا، ولهذا نحن نطالب فقط من ناحية جسدية الحرية للقائد أوجلان. لهذا فإننا اليوم كرفيقات مرأة، كسياسيون، كحقوقيين، كمدنيين، يعني نطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. ومثل ما قلنا فإن الدولة التركية كلما طالبنا بالحرية تقوم بفرض عزلتها وقوتها ووحشتها بشكل أكبر على القائد أوجلان، وليس فقط على القائد وإنما على الشعوب التي تطالب بالحرية والديمقراطية. فإن وحشية الدولة التركية أصبحت لا حدود لها، أصبحت لم ترى أمامها، أصبحت لا تعرف شيء سوى القتل والدم والدمار. لهذا نحن نطالب جميع المؤسسات والمنظمات والدول العظمى أن تضع حدا لهذه الوحشية، أن تضع حدا لهذه العزلة ولهذا الاحتلال التي تقوم به الدولة التركية على كافة الشعوب، وعلى العزلة التي تقوم به على قائد الإنسانية. حقيقة أقول هذا في الأخير أيضا، أن هذه المؤامرة مؤلمة جدا. نحن يعني نتذكرها بحسرة وألم وغصة في قلبنا، نتذكرها بحرقة ودموع تنزل من أعيننا، لأننا نعرف حقيقة القائد. بالنسبة لنا أن القائد هو رمز، وهو الدم والنبض الذي يسري في عروقنا. لهذا فإن القائد هو بالنسبة لنا هو الحياة، وهو الذي أعطانا الحياة كنساء والشعوب المتواجدة هنا. واستذكار هذه المؤامرة بالنسبة لنا مؤلما جدا. لهذا نحن نطالب بالحرية الجسدية، وسوف نستمر
ونستمر في نضالنا وعزيمتنا وأصرارنا للوصول إلى الحرية الجسدية للقائد وجلاء، وسوف نستمر بفعالياتنا وسوف نقوم بكثير من النشاطات من أجل الحرية للقائد وجلاء. وشكرا لكم.